قبل ما يبدأ عاوزين كلنا نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. أنا أحمد رمضان وأنت ما تعرفنيش بلخص أنمي. بص أنت بطل عشان دخلت الفيديو ده، طالما دخلت الفيديو ده صدقني مش هتندم وهتشوف أقوى وأجمد ملخصات الأنمي. يلا بينا نبدأ. اخويا فتح قناة جديدة، القناة دي هينزل فيها انميات جامدة، روحوا هناك واشتركوا في القناة، انا متأكد انها هتعجبكم جدا، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس. بتبدأ القصة الجديدة بتاعتنا يا أبطال. شوف شخص بيتكلم بيقول أوتاكوني، أنا فاهم كويس تعلقك بالحياة، لكن ما ينفعش تفضل هنا أكتر من كده، لازم تستعد لأنك لازم تمشي. اسمح لي إن أحررك، مش هتبقى لوحدك في عالم الجريمة بعد كده. أنا سيد المونيكان، بطلب فتح بوابة العزلة. إيش اتفضل، ده مقابل شغلك النهاردة. قال له إيش بس كده؟ أنا فعلا ما قدرتش أمسكه، بس أنا عملت اللي عليا، لازم تدفع لي أجر كامل. قال له أنت تقدر تقول إنك ما حصلش منك أي حاجة يا أهبل، بطل تبص لي بنظرة المتكبر دي. قال له إيش أنا كده مهما اشتغلت مش هقدر أرد لك دينك اللي عليا. قال له هارتسوكي اخرس، احنا حررنا اليوكاي، خلصت خلاص، يلا نمشي. قال له ايش بالمناسبة انت قلت ان اليوكاي ما كانش وحيد. قال له كان حيوان اليف قبل ما يموت، بعد موته بقى يوكاي، اشتاق للناس عشان كده بقى يروح وراهم. قال له ايش عشان كده جسمه بقى اكبر. برد عليه هارتسوكي لو كنا اتاخرنا شويه في تحريره كان حجم بوابه العزله مش هيكفي انه يعدي منها. موجة كفايه لعب كده، انا هنضف الاوضه. ده مبسوط قوي. في الاساس موجة كان زي اليوكاي اللي اتحرر النهارده لما صادف واتقابل اليوكاي معايا انا وهارتسوكي، لكن تقريبا معظم اليوكاي هيبقوا لوحدهم في العالم السفلي بسبب ان قابلت موجة، فهارتسوكي له دين عليا معرفش امتى اقدر اسدده. حصلت حاجات كتيره ومخيفه وخطيره، لكن انا فاهم كويس مشاعر اليوكاي، عشان كده عايز افضل مكمل في الشغلانه دي. امبارح طلبت من هارتسوكي يبات في بيتي. موجة يلا اصحى، بقول ايش يا لمامته وانا ماشي. سالته مالك امبارح كنت عامل دوشه في اوضتك ليه؟ رد عليها الفتره الاخيره وزني زاد عشان كده كنت بلعب رياضه. قالت له ايه اللي كان على كتفك ده؟ هي نايمه ما قالتلكش تروح اوضه الممرضه؟ قال لها ما تقلقيش انا كويس. قالت له اتفضل الزهره دي معناها اني براقبك. قال لها بطلت تستخدمي لغه الزور عشان تعبري عن مشاعرك، انا همشي. بيجي مشهد لمدرس في فصل بيقول لهم اجازه الصيف قربت، ده اول اجازه صيفيه ليكم من اول ما بقيتوا طلاب ثانويه، وعشان كده لازم تخططوا للاجازه. انا مثلا حطيت خطه عشان اخد عيلتي في رحله. صممت بنت تروح للبحر. بيكلم ايش نفسه وبيقول ايه اللي حصل لهارتسوكي؟ ما كلمنيش وقال ان في شغل النهارده، ان كده لازم ارجع. موجة بيسالوا زمايله مالك بقالك فتره مركز على كتفك ليه؟ قال لهم ابدا انا كتفي وجعني شويه. قالوا له يلا نروح ناكل ايس كريم. قال لهم معلش انا ورايا مشوار. قالوا له مالك في ايه؟ دخل ايش على هارتسوكي وقال له ما تربطش باب المونيكان بباب الفصل لو سمحت. ايه اللي حصل؟ ده حادثه دي ولا ايه؟ قال له هاتسوكي ده ساكن مش كده؟ قال له ايش ده كحول زياده عليه ممكن يبقى سم. قال له لا هو مش سام، بص كويس عند كلمه الاستغاثه المونيكان كان بيشرب. قال له ايش معناها ايه العلامه دي؟ بيفتكر ايش ريبوسان واحد من مراكز الثلاثه اللي في الجحيم اللي اتقابلنا فيها قبل كده. بيسال هارتسوكي هو حصل حاجه مع ريبوسان؟ قال له هارتسوكي يخرب بيت وجع الدماغ. سالوا ايش هم عايزين نخلي بالنا منه؟ قال له بس ده ما كانش ضمن القواعد. سالوا يعني مش هنساعده؟ قال له هو يقدر يطلب مساعده من ناس كتير غيرنا، اتفضلوا ادخلوا هوصلكم عنده. قال له ايش ده لما جيت هنا قبل كده شفت المكان من بره بس. ريبوساما المونيكان والشخص اللي شغال معاه وصلوا. بيسالوا ايش ريبوساما انت مصاب؟ قال له انت جيت في وقت مناسب، تقدر تملاها لي بالتبغ، اصل ان اعمل كده بايد واحده صعب. بيسالوا ايش عظمك اتكسر؟ ايه اللي حصل لايدك؟ ما ينفعش تدخن وانت مصاب. قال ريبو لهارتسوكي شايف خايف عليه ازاي، اتعلم منه شويه. قال له حاجه كبيره قوي انك تناديني برساله استغاثه عاديه من الاستاذ اللي بيبقى مصدر ازعاج كل مره لما اكون سكران، يستدعينا ويعطلنا. قال له ريبو شكلك متعصب. رد عليه هارتسوكي انت كدبت في موضوع اصابتك وجبتني لحد هنا على الفاضي. برد عليه ريبو انا محظوظ ان الاصابه ما جاتش خطيره، ما توقعتش انها تهاجم بالشكل ده. قال له ايش معقول في حد مستهدف حياتك؟ برد عليه كانت حاجه مخيفه الساكي والبنات، ما كنتش اعرف ان البنت دي سكرانه، بس هي اعتذرت بعدين على اللي عملته. زي ما انتم شايفين ايدي المهنيه دلوقتي ما فيش منها فايده، انا في مشكله لاني مش هقدر اخلص شغلي، وعشان كده ساعدوني اخلص الشغل ده. برد عليه هارتسوكي اطلب من موظفينك يساعدوك. قالوا لو اكتشفوا اني بكسل عن الشغل هتبقى مشكله، وانا مش طالب ده منكم بدون مقابل، اعتبروه طلب مستعجل من المونيكان، دول كفايه. قال له ايش لازم نقبل الشغل ده هيساعدني مساعده كبيره ان اسدد ديني، انا عايز اخلص من الدين اللي عليا، حتى لو رفض هارتسوكي الشغل ده انا هقبله. بتكلم ريبو وسمعت هارتسوكي اخر ميعاد للشغل ده هو النهارده. بتكلم ايش المفروض اختم ايه تاني؟ قالوا ريبو الاحسن انك ما تعرفش عشان لو غلطت غلطه بسيطه هتعمل كارثه. دخلت عليهم بنت بتساله ايدك عامله ايه دلوقتي؟ قال لها ايش شيزوكو انت جيتي؟ قالت له ايش انتوا جيتوا تطمنوا على اخويا؟ لا بصراحه بسبب رساله الاستغاثه. قالت لاخوها انت قلت لي انك خلصت شغل. قال انا قلت كده عشان ما يتخانقش معايا. قالت له انت رقمت على نفسك كل الشغل ده؟ قال لهم انا تعبت من توقيع الورق كله بايد واحده، مش متعود اتعامل بيه كده، شايف خط كله مايل. قالت له شيزوكي وما كنتش قادر تعين حد يشتغل مكانك؟ فجاه بيصرخ ايشا وبيقول انا غلطت وختمت في الجنب، انا تعبت ممكن نستريح شويه؟ بتكلم هارتسوكي نستريح تمام. سأل ريبو ايشا انت خلصت ختم الورق ده صح؟ شيزوكي انت تاني شخص هيكمل الختم، ممكن ايشا تاخد الورق اللي خلص لقسم السلطه التنفيذيه؟ انتهى موضوع بايشا هو حاطط ختم على ورق الاداره، عشان كده هحط ختم على وثيقتي وهقول انا اسف.
ابعت الورق بالرساله دي، ميعاد التسليم النهائي بكره مش كده؟ قال هارتسوكي احنا مونيكان ما نقدرش ندخل المنطقه الاداريه غير بتصريح، هنستخدم المونيكان لحد مكان معين وبعد كده نكمل مشي. قال ريبو بس انت لازم تفضل هنا لسه ورانا شغل. قال ايشيا ازاي يعني هروح لوحدي؟ بتكلم ريبو ما تقلقش هدلك على مكان المنطقه الاداريه. سال ايشيا هارتسوكي انت هتقبل اروح مكان لوحدي؟ قالت شيزوكي انا ممكن اروح معاه. قال لها ريبو لا لازم تخلصي شغل الطباعه اللي وراكي، حتى لقيت مهمه كمان لكره الفرو هيروح مع ايشيا وقال انه هيحميه لحد لما يوصل نقدر نعتمد عليه. وصل سلام يا ايشيا الاداريين. وفي الطريق قال ايشيا اخيرا بنت ملامح للسكه دي. بيكلموا ريبو وبيسالوا انت فين دلوقتي؟ قال له خرجنا من طريق واسع وماشيين دلوقتي في ممر ضيق، قدامنا كده قد ايه عشان نوصل؟ قال له ريبو ان اخر الطريق ده في قفص عصافير. فجاه بيصرخ ايشيا والخط بيتقطع، في طيور كتير جدا في المكان ده ما تخضنيش يا موجه. بيحاول ايشيا يوصل لريبو لكن الشبكه بتكون ضايعه خالص. بيسال ريبو هارتسوكي شكلك قلقان؟ برد عليه لا هقلق من ايه، انا قلقان بس لا يغلط تاني. بيقول ايشيا الحمد لله ده كان مجرد طاير مش حيوان مفترس. في البدايه كان صوته مخيف قوي. بيلف ايشيا وبيلاقي وحش ضخم قدامه. بيقول في سره هبقى كويس اكيد هبقى كويس، انا قادر ان اتكلم بطريقه العالم السفلي واوصل لليوكاي. مساء الخير. بيبدا ايشيا يجري وبيقول انقذونا انا قابلت وحش كاسر بسرعه قبل ما يجي ورايا. وبص ايشيا وراه ما بيلاقيش ان الوحش جه وراه وبيقول ازاي ما جاش ورايا، يا ترى مشى؟ مش قادر احس برجلي. ومشى التاني ما تتحركش يا شيكو. بيقول لها انا عايز العب مع هارتسوكي بس مش لاقيه. قالت له ما طلبتش ليه من ايشيا يلعب معاك؟ قال لها لا مش بحبه خالص هلعب مع اوكينا. قالت له تقصد الملك اللي في معبد الجبل؟ قال لها ايوه احنا بقينا اصحاب. قالت له بس تنظف المكان الاول، انا سمحت لك تفضل موجود لما وعدتني انك هتساعدني في المعبد. قال لها لا مش عايز انضف حاجه انا عايز العب مع اوكينا. قالت له خلاص مفيش حاجات حلوه. قال لها خلاص هنضف اديني الحلويات دي. قالت له تمام لما تخلص هتاخد قطعتين. قال لها يا بخيله. بيروح عند ايشيا وبيقول له الوحش انت وقعت جسمتك. بيصرخ ايشيا بيقول ازاي هو الوحش بيتكلم دلوقتي؟ بيساله الوحش انت رايح لقفص الطيور مش كده؟ انا كمان رايح بس في حاجه ضاعت مني هنا ممكن تساعدني الاقيها؟ بيقول له ايشيا اسف احنا مستعجلين عايزين نسلم شغل مهم. قال له الوحش يعني مش هتقدر تساعدني؟ هو دهب وبيلمع عشان كده سهل نلاقيه. قال له ايشيا لحظه هو انت بتدور على حاجه معدنيه؟ وبدا ايشيا وكره الفرو يساعدوه وفي النهايه لقاه ايشيا. قال له الوحش انت رائع الموضوع ما خدش منك اي وقت. قال له ايشيا انا شاطر في ان الاقي الحاجات المعدنيه، دلوقتي ممكن نرجع لطريقنا ناحيه قفص الطيور. قال له الوحش ايه رايك لو ركبت على ظهري هاخدك للقفص بسرعه؟ بيركب ايشيا على ظهر الوحش وبيجري بيه بسرعه كبيره وبيقول في سره انا حاسس اني راكب قطر الموت. بيقول له الوحش امسك كويس لا تقع. بينط بيهم الوحش نطه عاليه جدا. بيقول له وصلنا. بيدخل ايشيا المكان بيفتح له طائر البومه انت مين؟ قال له انا هنا بالنيابه عن المشرع. وبيقول الوحش لكره الفرو انا مش هاكلك ما تخافش انا ممنوع ناكل لحوم دلوقتي انا نباتي. وبيقول ايشيا اتفضل. الورقه دي اختلطت مع باقي مستندات المشرع وطلبوا منا رجعها للرئيس. قال له بومه شكرا جدا على الرساله، وشك شكله تعبان ايه رايك تيجي تريح جوه شويه؟ قال له لا انا كويس كده. وقال الوحش شكلك تعبان فعلا انت عايزني ارجعك مكان ما جبتك؟ قال له ايشيا لا تمام انا ارجع لوحدي اقدر ارجع ماشي. قال له الوحش تمام انا هودعك دلوقتي لاني جعان بقى. قال له بومه انك ترجع ماشي لبحيره سمندل مش حاجه سهله انا ممكن اوصلك. قال له ايشيا لا ملوش لازمه انا قابل المونيكان في السكه استاذن انا دلوقتي شكرا على التوصيله. والفسر الوحش ده اطيب من لوكاي بكتير. قال له اول مره اشوفه عند المشرع انتوا تعرفوا بعض؟ قال له الوحش لا لسه متقابلين دلوقتي. بتحاول فجاه الوحش البنت وبتكمل نسيت اساله عن اسمه. وعند ريبو حضرت له شيزوكي الشاي وبيقول له هارتسوكي لريبو انا خلصت. قال له برافو كنت بتكتب بسرعه ما تصورتش انك تخلص النهارده. قالت له شيزوكي اتفضل الشاي. قال لا شكرا. بتكلم ريبو انت رايح فين؟ قال له هاخد ايشيا من المكان اللي راحه. قالت له شيزوكي هتمشي بسرعه كده؟ طب ما تستنى يكلمك يطلب منك. سابهم ومشى. وقالت شيزوكي هو دايما كده متسرع. بيرجع ايشيا وبيقول لريبو خلاص وصلتها. قال له هارتسوكي كنت تقصد ايه لما قلت انك ركبت على ظهر وحش شبه غورو؟ برد عليه ايشيا ده كلب كان عايش في بيت جنبنا. برد عليه هارتسوكي كنت متاكد ان نيتك وحشه. قال له ايشيا مش كل الوحوش وحشه الوحش ده كان طيب كمان ده نباتي مفيش منه اي خطر. برد عليه انت بتقول كده عشان غبي. بوقفهم ريبو عن الخناق وبيقول لهم انتوا الاتنين غلط شكرا ليكم بسببكم عرفت اخلص كل شغلي اتفضلوا ودي فلوسكم. بيقول هارتسوكي انا حذرتك قبل كده من انك تمشي ورا اي يوكاي غريب بس انت مشيت ورا نفسك. وبقول له ايشيا انا هربت في الاول كان الاحسن انك تيجي معايا. قال له هارتسوكي انت كمان بترد عليها ولا ايه؟ قال لهم ريبو بصفه مديركم ما ينفعش اسيبكم تمشوا وانتم متخانقين كده تعالوا نشرب حاجه. تشا شيزوكي اخوها اقدر اطلب حاجه منك؟ قال لها اطلبي. قالت له بما ان ايشيا وهارتسوكي هنا ممكن اطلب من كورا ساما كمان تيجي الوليمه. قال ايشيا كورا ساما دي الانسه اللي في كاياكو انا كمان عايز اشوفها لانها اهتمت بموجه. قال ريبو لهارتسوكي استخدم المونيكان عشان كورا تيجي هنا حالا ده قانون. بقول هارتسوكي تمام. بتشكروا سوزوكي وبتجمعوا على الوليمه وبيسالوا ليه اتجمعنا هنا. برد ريبو ما كانش المونيكان هتقدر تشاركنا الفرحه لما ما كناش هنا. بتقرب كورا من ايشيا وبتقول له المره دي انت حلو جدا. بقول ريبو لهارتسوكي اتفضل اشرب. قال له لا مش عايز. قال له ايشيا هكون مبسوط لو شربت انا. قالت له شوزوكي ده عصير. قالت له كورا ممكن تاخد حبه من ده كمان. فضل ايشيا ياكل ويشرب ومطمن الاكل لان ريبو بياكل منه. فجاه دخل ايشيا وقع
وبيساله هارتسوكي انت شربت ساكي؟ سال ايشيا مش الحاجات دي ما فيهاش كحول، معدتي بتوجعني انا عايز ميه. بقول هارتسوكي انا عمري ما قدمت له اكل من العالم السفلي قبل كده. قال ايشيا عايز ميه او شاي او قهوه باللبن. قال له ريبو شيزوكي تقدر تعمل له قهوه باللبن. قال له هارتسوكي لا الاحسن اجيب له ميه من العالم الدنيوي. اكيد حصل له كده عشان اكل من اكل العالم السفلي. بيغطيه هارتسوكي وبيغير هدومه وبيمشي. بتسال كوره هو اغمى عليه ليه، وبيضحك ريبو بيقول ان هارتسوكي بقى عنده انسانيه. قالت له كوره عادي انا حاساه على طبيعته. قال له بيبقى كده لما بيتعامل معانا احنا اليوكاي، لكن مع البشر بيبقى اسلوبه صعب. سالته قبل كده سؤال لو يقدر ينقذ واحد منهم بيقول ريبو لهارتسوكي لو هتنقذ حد هيكونوا اليوكاي ولا البشر؟ قال له اليوكاي. قال له جاوبت بسرعه يعني انت مش مهتم بانقاذ البشر؟ قال له البشر بيساعدوا بعض ملهاش لازمه مساعدتي. قالت له كوره انت كنت خايف انه يتخلى عن ايشيا؟ لا ما كنتش واثق بس شكله كان قلقان على ايشيا جدا، اول مره اشوفه مهتم ببشري كده. تفتكري لو سالته دلوقتي نفس السؤال هيقول ايه؟ قالت له بلاش عشان ما تجنبكش اكتر. الله خلاص مش هساله. قالت له من الاحسن له انه يكون انسان اكتر بس ده مش هيبقى مناسب لسيد المونيكان. لا صح بس ايه رايك نتراهن انه يكون انسان اكتر؟ رجع هارتسوكي وبدا ايشيا يشرب وعند البومه بيساله شخص مين اللي سلمك الورق ده؟ قال له موظف عند المشرع ما شفتوش قبل كده. قال له محدش قال لي ان في موظف جديد، كان شكله ايه؟ قال له بومه بالرغم ان كان وشه تعبان بس كان عادي يعني، والظاهر انه يعرف سيد المونيكان. وشوف ايشيا بيقول زبونه في العالم السفلي. هو الواحد ممكن يسافر من العالم السفلي للعالم الدنيوي بس الزبونه دي هتعمل مجهود كبير عشان توصل للعالم الدنيوي. تفتكر ايه السبب يا هارتسوكي؟ مراقبه مدرسه العالم الدنيوي. بيقرا هارتسوكي ان مراقبه المدرسه مهمه لتطوير معايير البيئه التعليميه في العالم السفلي. هتراقب المدرسه 3 ايام. بيقابل ايشيا اصحابه وبيسالوه انت رايح البيت؟ قال لهم ايوه. قالوا له لسه كنا بنتكلم اننا رايحين بكره نلعب بولينج بعد الظهر. قال لهم فكره حلوه وبعدين فكر في سره طب هعمل ايه لو الزبونه جت؟ ان شاء الله مش هتيجي بكره. قال لهم تمام. وفي المدرسه صاحب ايشيا بيقول له صباح الخير. قال له ايشيا صباح النور قضينا وقت جميل يوم السبت. مش مصدق ان ساغا كان عايز يلعب 8 جولات. انا تعبت جدا واخدت يوم الحد كله نوم. ودخلوا الفصل بتسال المدرسه ايشيا. قال في سره انا هتجاهلها. قالت له انت ايشيا؟ انا ايغين جيت عشان اراقب على مدرستك. قال لها من الاسبوع اللي فات. اتخض وقال في سره يوه قلت لها بصوت عالي وكمل كلامه ما شفتكش من الجمعه اللي فاتت يا هارتسوكي صح؟ انت بتحاول تحفظ الكتب مش كده؟ الامتحانات قربت فعلا لازم انا كمان اذاكر. وقال في سره دي اليوكاي الزبونه اللي اتكلم عنها هارتسوكي الاسبوع اللي فات. يوكاي جت من العالم السفلي عشان تراقب الدنيوي تقريبا وقال ان المراقبه هتكون 3 ايام. بيساله هارتسوكي انت متنح في ايه كده؟ بيقول ايش في سره يوه باين عليه متعصب مني. تنتهي ايغين عليهم وبتسالهم لا يكون وجودي مأثر على دراستكم بس انا اخيرا جات لي فرصه المراقبه دي هكمل مراقبتي. لازم اتعلم شويه قبل ما امشي. انا ياما حلمت ان اعمل مدرسه يقدر الكل فيها يتعلم. بيقول ايش في سره دي جت عشان تقدر تاسس مدرسه؟ وبتكمل ايغين وبتقول لازم احقق الحلم ده. قال ايشين في سره تمام انا لازم استخدم مهاراتي عشان اكون مرشد مثالي ليها. بيشرح المدرس في مركز الذره بتتكون النواه من بروتونات ونيوترونات وحولها الكترونات في مسارات محدده. بشوفها ايشيا وهي مستمتعه باللي بتراقبه وبيقول في سره هي حصه العلوم ممتعه للدرجه دي؟ بتقول ايغين كل اللي بيدرسوا هنا بيعرفوا يقروا ويكتبوا كمان عندهم ادوات دراسيه زي بعض. بدا الطالب يسال المدرس معناها ايه ناكل دي يا استاذ؟ قال له المدرس DNACL يعني ملح. وبتكمل ايغين المراقبه وبتقول كمان في مدرسين هنا عندهم معلومات كامله عن مجالاتهم. يا ترى مؤسسه تعليميه زي دي تتكلف كام في العالم السفلي؟ بيقول ايش في سره ده شايفه ان القرايه والكتابه والمدرسين حاجات غريبه. بينده المدرس على ايشيا وبيقول له انت ليه باصص في السقف؟ وبداوا اصحابه يتريقوا عليه انت كنت بتبص في كل الاتجاهات برضه الصبح. قال له المدرس ركز في كتابك من فضلك. بفتكر هارتسوكي مشهد لما ايشيا كان سكران وبيقول له ريبو الوحش الكاسر اللي قبله ايشيا اكيد كان القاضي. ما كنتش عارفه صح لانه قليل جدا من اللوكاي بيقدروا يسافروا لقفص الطيور من غير خوف. اللي حصل ده بجد مهم جدا لانه كان في مهمه تسليم ورق وبس. مش مصدق انه قابل القاضي. لو سمع الرئيس باللي حصل لازم تخلي بالك يا هارتسوكي. وبيرجع للفصل بيكتب ايشيا رساله عزيزي هارتسوكي اسف للي حصل مني اوعدك اني هفرح ايغين على المدرسه كلها تقدر تعتمد عليا. بيهتف ايشيا الورقه لهارتسوكي وبيرميها له تاني. بيزعل ايشيا ان هارتسوكي لسه زعلان. بيجي وقت البريك وبيرجعوا منه مش بيلاقي هارتسوكي موجود. وكان هارتسوكي مع ايغين وبتساله ممكن توضح لي دي كمان؟ قال لها دي حاجه اسمها المطبعه. دخل عليهم ايشيا وساله انت بتعمل ايه؟ كان المفروض تقول لي كنت بتتكلم مع ايغين مش كده؟ انا اقدر اساعدها انها تشوف المدرسه. قالت له ايغين معلش يا ايشيا انت ليه لابس لبس مختلف دلوقتي؟ قال لها عشان عندنا حصه رياضه دلوقتي وجيت عشان اخدك تحضريها. قالت له يعني ايه؟ قال لها دي اكتر حصه ممتعه تقدر تقدمها برضه في العالم السفلي. قالت له انا متشوقه جدا ان احضرها. تسال ايغين هارتسوكي موظف يبقى بشري هو كمان؟ قال له بعصبيه الكلام ده ملوش علاقه بسبب زياره المراقبه. قالت في سرها انا شكلي ضايقته الحمد لله اني ملغاش زيارتي. دلوقتي حصه الرياضه ممتعه لازم ادرسها كويس جدا. بقول ايش يا هارتسوكي ان في فريقين مختلفين بيسيبوا بيمشي من غير ما يرد. تبدا المباراه وبتقول ايغين لنفسها ازاي دي دراسه دول كانهم بيلعبوا اكيد الحصه دي مش ضروريه للعالم السفلي. ورجعت تكتب حصه الرياضه دراسه بيستخدموا فيها عقلهم وجسمهم دراسه ممتعه ومهمه. بيعيط ايش وبيقول لي ايغين
غين انا اسف، كان المفروض اساعدك تشوف المدرسه بس اتلهيت في لعب الكوره. قالت له ما تزعلش نفسك، الموضوع كان مفيد جدا. قال لها بجد؟ طب خلاص بما ان الحصه خلصت يلا اخدك في جوله للمدرسه. قالت له لا ملوش لزوم. بقول هارتسوكي انا سيد المونيكان اطلب فتح بوابه العالم السفلي. قال لها ايش هو النهارده اخر يوم ليكي؟ قالت له ايوه. قالت له اليوم الاول ما كانش في حصص عشان كده اتجولت في المدرسه، اليوم الثاني شفت الاماكن المختلفه في العالم الدنيوي وشفت هو بيطرد اليوكاي. بيسال ايشيا نفسه يعني ايه؟ يعني فاتني الشغل؟ يعني هو زعلان مني عشان كده؟ قالت له غين انت لازم تروح للعياده، شكلك تعبان جدا، انت عارف ان عندك في مدرستك مكان طبي، دي حاجه هايله بجد. الزياره دي كانت مليانه مفاجآت، بدل دراسه ماده واحده طول اليوم بتقسموا الوقت عشان تدرسوا اكتر من ماده في يوم واحد. انتوا صلحتوا مفهومي عن الدراسه انها مش بس قاعده على الكرسي، دي كمان انشطه بدنيه. مدرستكم جميله جدا. قال ايش في سره الحاجات اللي غين شايفاها روعه هنا فهي عاديه بالنسبه لي. قول هارتسوكي لغين يلا. قالت له معيش اندمجت في الكلام. قال لها هارتسوكي هاجي معاك لنص الطريق. حاول ايش يدخل معاهم بس بيقفل هارتسوكي في وشه الباب. بتقول له غين طب وايش؟ قال لها ما تقلقش عليه ومبروك على انجاز الزياره. قالت له شكرا على ضيافتك، يعني زياره العالم الدنيوي مش سهله خاصه دلوقتي برغم اني ما قدرتش اشوف كل حاجه في الثلاث ايام. هارتسوكي وقال لها اقدر اسالك سؤال؟ ازاي عرفتي تاخدي الاذن للرحله دي؟ قالت له اتبعت الاجراءات. قال لها حد اتفق معاكي على حاجه مقابل زياره العالم الدنيوي؟ طلبوا منك تراقبي المونيكان وكده عشان ابقى دقيق اكتر. قالوا لك تتاكدي من ايشيا؟ قالت له انا ما اقصدش حاجه، لما سالت اذا كان ايشيا بشري اكيد الرئيس مش هيطلب من يوكاي على قدها زي انها تعمل حاجه مهمه زي مراقبه المونيكان. لا واضح انك انت كدبتي في موضوع الزياره وكان هدفك الاساسي التحقيق فينا وكل كلام تاسيس المدرسه ده كده. قالت له ده الجزء الصح. قلت له الجزء الصح يعني الباقي كده. انت كدابه فظيعه. قالت انا غبيه اكيد الرئيس هيبهدلني. قال انا كدبت عليكي لما قلت لك اني شاكك في نيتك لزياره المدرسه، لو كنت عارف انك كدابه كنت رفضت طلبك من اول يوم. قالت له عندك حق، الرئيس قال لي احقق في موضوع المونيكان لكن هو ما اجبرنيش على كده مقابل اذن زياره العالم الدنيوي. الرئيس ساعدني كتير عشان ابني مدرستي، قبلت طلبه عشان ارد له الجميل. هو مش غلطان، انا لازم اروح له عشان اديله تقرير المراقبه، لازم اروح بسرعه ودلوقتي ملوش لزوم توصلني. لا غين ايشيا ما اعرفش حاجه عن الموضوع ده، ما كانش حذر في التعامل معاكي وكمان ما كانش بيحاول يكسبك. نقل اللي شفتيه النهارده وبس، ارجو انك ما تبلغيش حد غير الرئيس ان ايشيا بشري، بلغيه تحياتي. قالت اغين في سرها لو كان قال لي انه شارك في موضوع التحقيق من الاول ما كنتش هقبل انه يساعدني في 3 ايام. وبص ايشيا على بوابه العالم السفلي وبيقول البوابه دي ما اختفتش، يعني معنى كده ان هارتسوكي هيرجع. انا مش همشي، مش هستحمل تجاهله ليا. هو اللي ما قاليش ان في شغل في اجازه الاسبوع. ورجع هارتسوكي وقال له ايشيا بعصبيه انت متضايق لاني ما جيتش الشغل في الاجازه؟ انا ما غبتش قاصد، انت ما قلتليش ان في شغل، المفروض لو عندك مشكله معايا تعرفني، ما ينفعش تتجاهلني. قال له لحظه انا مش متضايق وانا اصلا ما طلبتش منك تيجي الشغل. برد عليه طب ليه تجاهلتني اليوم كله؟ قال له ما تجيش ناحيتي. قال له شفت اهو انت بتجاهلني تاني. قال له هارتسوكي في سره انا فعلا ما كلمتهوش طول اليوم. بقول ايشيا في سره انا مش قادر اصدق تجاهلك ليا وانت ما اتكلمتش ابدا معايا. صرخ ايشيا من غير ما يحس يا غبي، وفاق بعد ما سمع نفسه وقال يا خبر انا قلت عليه غبي. قال هارتسوكي مش مصدق ان كنت حذر جدا، انا فعلا غبي. خرج ايشيا وسابه. قال له هارتسوكي افتح الباب. قال له انت مش غبي، اشوفك بكره. قال له هارتسوكي ده مش فعلا، انا هستدعي المونيكان بعد ما انام شويه. ايشيا ده مستهتر زي الاطفال، هيدفع الثمن بكره. انا ما كنتش بكلمه بسبب وجود الوقاي وبسبب موضوع الريس. سنعود بعد قليل. استنى عشان في حاجه مهمه قوي قوي قوي. اليوتيوب بقاله فتره كده مش بيوصل اشعارات كلها للمشتركين، فانت لو مشترك في القناه ومش بيوصلك اشعار انها بننزل اعرف انك مش مفعل زر الجرس. هتقول لي ازاي ده انا مفعل زر الجرس؟ هقول لك لا يا معلم صدقني انت مش مفعل زر الجرس. تعالى معايا كده شوف هنفعله ازاي. لو انت بتستخدم موبايل كل اللي انت هتعمله وانت بتتفرج على الفيديو ده هتنزل شويه كده عند علامه الاشتراك، هتلاقي جنبها جرس، هتضغط عليه هيظهر لك قائمه صغيره، هتلاقي عندك مخصصه هتخليها الكل. طيب بعد ما اخليها الكل ايه اللي هيحصل بالظبط؟ هقول لك يا سيدي ايه اللي هيحصل. اي فيديو هننزله على القناه هيوصلك على طول فورا، واي بوست احنا بننزله في المنتدى هيظهر لك برضه، هيجيلك اشعار ان احنا نزلنا بوست في المنتدى. وبس كده يا سيدي. عدنا. واضح ان كيناكو اتعلقت بيك يا هيكو. بقول كوناكو ليكو العب معايا تاني. لا مش دلوقتي، الاول هاكل وجبه خفيفه. بتحاول ياكل بشري وبيقول انا هاخد البيضه وبيشرح كيناكو. قالوا كينا عشان دي اول مره تشوفك كده، بالمناسبه انت ليه سميتها كيناكو؟ بيرد عليه هيكو لانه شبه الكيناكو موتشي اللي اكلتها من كام يوم. بتقرب كيناكو ليكو بتقول له انت فعلا هيكو؟ تحول تاني هيكو لثعلب زي ما كان وقال له هتاكدتي؟ قالت له كيناكو تحفه انا كمان عايز اعمل زيك، عايز اتحول. سالوا كيناكو مش عايزه ترجعي العالم السفلي؟ قالت له لا مش دلوقتي، هلعب استغمايه كتير الاول. قال له كينا يا هيكو هي كده اتعلقت بيك زياده عن اللزوم. قال له هيكو انا بلعب عادي زي ما بلعب على طول، ما كنتش اقصد اعلقها بيا. قالت كيناكو عملتها. ضحك اوكينا ولا انت كده حولت ودانك بس. قال هيكو مش هتعرفي تعمليها ابدا، لازم الاول تتحولي لحاجه سهله زي الحجر. فضلت كيناكو تحول وبتفشل وبيضحك هيكو عليها. بيقول اوكينا لما بتبقوا جنب بعض كده بيبقى كانكم اخوات، انت الكبير وكيناكو الصغير. قال هيكو خلاص
خلاص امري اللي عايزه تتعلمي طريقه التحول، لو نجحتي هجيب لك راكوغون. فجاه كيناكو بتختفي وبيصرخ هيكو لا ما تخافيش. بيقول هيكو لهارتسوكي حاولت تاخدها للمونيكان. بيسال ايشيا هي كده بتختفي؟ بيقول هيكو اسمعي يا كيناكو، صحتك هتتحسن لو رجعتي للعالم السفلي، لان حتى هارتسوكي مش عارف يلمسك، مش هنقدر نشيلك نوديك لهناك، عشان كده لازم تمشي بنفسك، رد ارجوكي. بيقول ايشيا في سره شكلها مش قادره تمشي، ازاي هنطردها تاني للعالم السفلي؟ فجاه ايشيا بيسمع انا جعانه وبيقول لهم حد قال دلوقتي حالا انا جعانه؟ متاكد ان سمعت صوت بنت، سمعته بوضوح كمان. بصرخ هيكو هارتسوكي كيناكو بتقول انها جعانه ومحتاجه لاوراق الشجر. جابوا لها الاكل وبدات كيناكو تاكل ورجعت وبتقول هيكو اديني تاني. بيقول هارتسوكي احنا كده عدينا مرحله الخطر. بيقول كينا اكيد هي استهلكت كل طاقتها وهي بتتحول. بتنادي كيناكو على هيكو بتقول له عايز اكل تاني. سكت هيكو وقال لهارتسوكي اطردها. قالت كيناكو لا انا لازم العب معاك اكتر يا هيكو. قالت تلعبي معايا ازاي؟ انت كنت هتختفي، بنت ضعيفه زيك ما ينفعش تلعب معايا هنا. قالت له انا بعرف العب، انا لما اكلت بقيت كويسه. لا ارجع لي العالم السفلي وخلاص، انت مش قويه كفايه اللعب في العالم الدنيوي. قالت له لا مش عايزه. هدفها هيكو بعصبيه لهارتسوكي وقال له ايشيا بالراحه عليها هيكو. وبدت كيناكو تعيط. قال لها هارتسوكي كيناكو انا هكون صريح معاكي، لو فضلت في العالم الدنيوي اكتر من كده هتختفي في وقت قصير جدا، اسمحي لي ارجعك للعالم السفلي. قالت له لا ايشيا ارجوكي لازم ترجعي. قالت انا مش عايزه ارجع لوحدي، هرجع لو جه معايا هيكو. تعالى معايا هيكو للعالم السفلي. قال هيكو لا مش عايز. قالت له اقدر العب معاك في العالم السفلي من غير ما اتعب. قال لها هيكو قلت لك لا كفايه بقى. قالت له لو ما جيتش معايا مش هرجع للعالم السفلي ابدا. قال هيكو انا كمان بتمنى ان اروح هناك بس انا ما اقدرش وده سبب وجودي هنا. قالت له ليه مش هتقدر؟ قول لي ليه يا هيكو. قال هيكو بسبب هارتسوكي اجبرنا على الشغل في المعبد كعقاب ليا، عشان كده لازم افضل هنا. جريت كينيكو على هارتسوكي وقالت له انا لازم اروح العالم السفلي مع هيكو، اسمح له انه يمشي. قال لها هارتسوكي لا مش هينفع اسمح له. بقول له ايشيا انت شايف ان الوقت مناسب لانك تسمح او ما تسمحش؟ قال لها هارتسوكي اقفل بقك. قرب هيكو لكيناكو وقال لها ارجعي لوحدك، لو فضلت عنيده كده مش هحبك من هنا ورايح. حاول ايشيا يتكلم ووقفه هارتسوكي وقالت كيناكو ده اسوأ، خلاص انا اروح لوحدي. قال هيكو في سره وكينا قال انها اتعلقت بيا، لو كنت طلبت من بدري من هارتسوكي اني يرجعها العالم السفلي ما كانش اتعرضت للاذى، ما كانتش بقت عنيده كده، كان المفروض اطلب منها كده قبل ما احب وجودها انا كمان. بقول ايشيا اقدر اتكلم دلوقتي. قال له هارتسوكي لو الكلام ملوش لازمه بلاش. قال ايشيا نطردها بكره. ولا هيكو كيناكو ايشيا شخص وحش اوعي تسمعي له. ولو كينا لايشيا بسبب حاله كيناكو الصحيه مش حاسس انه الاحسن ان نطردها في اقرب وقت. قال له ايشيا احنا وقتها هنحس بحال احسن، لكن هي لا، انا كمان شايف انها نطردها في اقرب وقت، لكن هي شايفه ان هيكو اهم عندها من حياتها وهيكو مش هيقدر يروح معاها، عشان كده ده حل وسط. عشان كده هيكو بما انك مش هتقدر تروح معاها ايه رايك لو تلعب معاها شويه اكتر؟ بيقول هارتسوكي في سره ان نستنى لبكره ده مش هيغير حاجه في انها مش عايزه ترجع، لازم تطرد بسرعه، وكمان انا عندي بكره شغل تاني كده هضطر افتح البوابه مرتين في اليوم. بتقول كيناكو مش هكون انانيه ولا عنيده من دلوقتي ووافق ان اروح العالم السفلي لوحدي، ارجوك وافق ان العب لحد بكره بس. بقول هارتسوكي ايشيا وكره الفرو انا هتولى مهمه بكره بنفسي، خليكم مع كيناكو لحد لما ارجع. قال هيكو انت واثق؟ برد عليه هارتسوكي اكيد لا، بس طالما لحد بكره بس فتمام. فرحت كيناكو وقالت قدامنا فرصه نلعب اكتر. قال هيكو في سره هي ليه فرحانه قوي كده؟ قال لها تمام ما باليد حيله نلعب لحد بكره. بقول هيكو يا زينكو امتى هيجي دوري وتسرحي لي فروتي؟ انت بتسرحي فروه كيناكو بس. قالت له بعد شويه. الله خلاص مش عايز اسرح فروتي النهارده. بقول هارتسوكي صباح الخير شكلك كويس النهارده يا كيناكو. قالت له ايوه انا كويسه قوي، كلت ورق شجر كتير، انا بشكرك عشان هتطردني النهارده. يلا هيكو نلعب. قال لها يلا هجيب لك الراكوغان. بقول له كينا هارتسوكي واضح ان تنفيذ اقتراح ايشيا كان الحل الامثل. بتقول كيناكو ليكو بقى وقت قليل يلا نكمل لعب. بقول هيكو في سره لازم نلعب دلوقتي عشان بكره مش هينفع، مش هتبقى معايا كيناكو تاني. وصل هارتسوكي وكيناكو هترجع خلاص للعالم السفلي. قالت كيناكو مع السلامه يا هيكو. بقول هيكو في سره انا ليه حاسس اني مش عايزه تمشي، انا اللي قلت لها ما تبقاش عنيده، ما اقدرش دلوقتي اقول اني مش عايزه تمشي. قال هارتسوكي اطردها بسرعه. بيسالها هارتسوكي انت مستعده للطرد؟ قالت له ايوه مستعده. وبيطلب هارتسوكي فتح بوابه العالم السفلي. بيقول ايشيا ليكو قرب شويه. قال له لا انا كويس كده. قال له ايشيا بطل بقى. صار هارتسوكي كيناكو لو حاسه انك متوتره ممكن اوصلك لنص السكه. قلت له لا انا اقدر اروح لوحدي وعدتكم مش هبقى عنيده تاني. بتلف كيناكو وبتقول يا هيكو مع السلامه. قال ايشيا ليكو مش عاجبني تصرفك ده، قلت لك مع السلامه 3 مرات وانت ما ردتش ولا مره. بقول هيكو لكيناكو ما تمشيش انا لسه عايز العب معاك اكتر، عايزك تفضلي معايا، لكن لو اختفيتي هيكون دمار بالنسبه لي، عشان كده ورغم اني مش هقدر اقول لها مع السلامه لازم تكوني اقوى عشان ما تختفيش يا كيناكو. بتقول كيناكو وهي بتعيط انا هبقى قويه عشان اقدر اتحول زيك. وبتمشي كيناكو وبيعيط هيكو وبيقول انا نفسي تفضل معايا هنا بس الاحسن انها تعيش هناك بصحه كويسه حتى لو مش هشوفها تاني. مع السلامه يا كيناكو.
بقول ايش يا ليكو، اسف اني كنت قاسي معاك. بتعلق هيكو على كتف ارتسوكي بيقول له انا كنت فاكر ان ايشيا مفيش منها فايده، لكن هو مش كده، انا مش بكرهه. قال ارتسوكي لازم تقول له الكلام ده. قال له لا. وشوف ايشيا بيقول يا خبر الجو حر جدا، انت ازاي مستحمل اللي عليك ده يا ارتسوكي؟ انت مش حران ولا ايه؟ قال له لا. قال له ايشيا كان شكله حران جدا امبارح، انا شكلي ببالغ النهارده، هلعب مع موجه في مونيكان. يا نهار ازرق الجو هنا حلو قوي، اكيد كان ظل في سطح المدرسه عشان ما فيش ظل. بقول ارتسوكي لايشيا عايز اسالك على حاجه، انت سرقت حاجه من العالم السفلي؟ قال له ايشيا بصراحه لا. ساله انت رددت ليه؟ جه في بالك حاجه معينه مش كده؟ قال له ايشيا انا واثق 100% ان ما سرقتش حاجه، قاصد، بس ممكن اكون عملتها من غير قصد. انت بتتكلم على الوثيقه اللي وصلتها الريس؟ انا سلمتها للخادم زي ما قلت لي، مش كده يا موجه؟ صحيح يا ارتسوكي، موجه مش موجوده. بتكتب المرايه ان جه 2 من خدم القاضي وقالوا ان واحد من خدم المونيكان مشتبه في جريمه سرقه واعتقلوا موجه. قال ايش يا موجه مشتبه في جريمه سرقه؟ ردت المرايه وكتبت الاصح انهم خطفوها. قال ايش تقصد ان هم يقصدوا انه السارق؟ قال ارتسوكي انت عارف هم بيتكلموا عن ايه صح؟ قال ايش لا ابدا ما حصلش، في سارق في العالم السفلي شبه موجه وكده اعتقلوه انهم فاكرينه هو. قال ارتسوكي على كل حال لازم اروح اقابل القاضي، تعالى معايا. كان الاشاره بيسال الوحش انت اكلت دراع من دراعاتي يا قاضي صح؟ قال الوحش انت عايز حاجه؟ انا عايز اسالك بخصوص الموضوع اللي طلبته منك. قال الوحش ايوه، اعتقلنا موظف المونيكان وبقول له الخدام للقاضي اتفضل ده موظف ايشيا. اعتقلناه. قال لهم الوحش لا ده مش هو، واثق انه له شكل بشري. قال له الخدام لموجه يلا تحول لهيئتك الحقيقيه بسرعه. قال الوحش ده اليوكاي اللي كان مع البشري اللي ساعدنا الاقي الخاتم ديلي. وبيدخل حارس من بره الوحش وبيقول له كان اتصال بوجود المونيكان في العالم السفلي. بيساله الوحش قول لي ما شفت الشخص هيئته بشريه جامعه ارتسوكي؟ قال له الحرس ايوه. قال الوحش اكيد جم يرجعوا اليوكاي. وش بيقول لارتسوكي الحق شبيه موجه صحى. سأل ارتسوكي تفتكر انه صاحب سبب المسكن اللي اديته له كوره؟ بيشوف الوحش ايش وبيقول له انت موظف المونيكان مش كده؟ بيقول ايش يا ارتسوكي هو ده اليوكاي اللي انا قابلته. بيقول الوحش ارتسوكي انت مش متفق مع ايش صح؟ انتوا عاملين دويتو حلو قوي، شكلكم بيتخانقوا على طول. قال له ارتسوكي ومش بيسكت ابدا. قال له الوحش فعلا حتى كان عامل عندنا ازعاج. قال الوحش من فضلك يا قاضي اطلق سراح موجه، شبيه موجه ده هو الحقيقي اللي بيسرق مش موجه، ركز فيهم كويس، ارجو ان التهم كلها تشيل من على موجه. بيقول الوحش انت بتتكلم بسرعه جدا، تقدر تتكلم اسرع من كده، عايز اسمع. ما تقلقش انا هسيب موجه، لكن شبيه موجه ده يتحكم في سجن الرمله البيضاء. طلب من الحراس ياخدوا شبيه موجه وقال له ايشيا دلوقتي انا حرر موجه لكن بشرط واحد. قال له ايشيا لو لسه موجه ما اتبرتش من التهمه. قال له الوحش ما كانش فيه تهمه اصلا، كنت بدور على بشري اسمه ايشيا طول الوقت ده، لو وافقت انك تفضل في سجن الرمله البيضاء انا هحرر موجه فورا، هو ده شرط الوحيد. بيسال ارتسوكي هو اللي اقترح عليك الصفقه دي؟ كنت حاسس بحاجه غريبه في تصرفاتك، هيكون تعدى على القانون لو قعد ايشيا هنا من غير سبب، لكن تقدر تعتقله لو في اي شك، عشان كده قول لي الرئيس هو اللي طلب منك تجيبه هنا بسبب شبه السرقه؟ وبقول ايشيا للرئيس ده عايز يعتقلني. قال الوحش الرئيس بيكره البشر، كده الموضوع وضح زي ما قلت لكم كده، الرئيس طلب مني ان اقبض عليه وسالته عن السبب بس ما قاليش، ده كل اللي اعرفه. الرئيس شويه وجاي. رد ارتسوكي وقال الشخص اللي بيحبس نفسه طول السنه في قفص الطيور قرر يجي هنا. قال الوحش ايوه الموضوع ده نادر جدا مش كده، لما كنت بقول له يجي لاي مكان كان بيرفض ويقول مشغول، ودلوقتي عشان استعد قبل ما يجي الرئيس دخل عليهم شخص فجاه وقال ما كنتش اتوقع اني اجي يا ارتسوكي صح؟ ولا ايش انت مين؟ قال تفتكر انا مين يا ايشيا؟ قال له ايشيا الرئيس؟ قال له ايوه صح برافو. حس فجاه ايشيا انه مخنوق ومش قادر ياخد نفسه. قال له ارتسوكي ما توقعتش انك تيجي يا ريس. قال له انا كمان ما توقعتش لما سمعت ان القاضي فشل في انه يعتقل ايشيا، لكن من حسن الحظ انه جه لحد هنا وما ضيعش وقتي. حبيت تعرف سبب رغبتي في القبض عليك؟ تمام هقول لك. انا اول ما عرفت انك موجود يا ايشيا وانا محتار اسيبك تعيش ولا اقتلك، انت بشر خطير تقدر تشوف اليوكاي وكمان دخلت العالم السفلي عندنا، هل بقى اقتلك ولا اسيبك تعيش كموظف المونيكان؟ والقرار ليا ان احبسك في سجن الرمله البيضاء. بقول ارتسوكي يا ريس ارجع لهيئتك البشريه. قال له لا اسف ده انا حتى ما خدتش الهيئه دي من فتره، بس باين كده انه مش مرغوب فيها. بقول ارتسوكي في سره حاله الريس دي ما يقدرش ايشيا يتحملها، هو قاصد عشان عارف كده. بقول الريس يا ريس كفايه كده، وبيحط ارتسوكي ايده على الريس وبيتحكم في الريس وبيقول له فاجئتني يا ارتسوكي، انت هتحاول تحمي البشري ده تاني؟ لما سمحت لاغين تراقب ايشيا كنت بتحاول حمايته برضه صح؟ دلوقتي انت مش بتحميه وبس، انت بتقف قصاد اليوكاي السيد الحقيقي المونيكان، استحاله كان يعمل كده. اسمعني يا ارتسوكي البشري ده اخطر مما تتوقع، لازم يتقتل لانه له تاثير سلبي عليك. ايه رايك لو مش حابنا نقتله اعملها انت؟ المفروض يا سيد المونيكان يقدر يقتل الموظف بتاعه عادي لانه فوق القانون. وقفهم القاضي وبيقول انت فاكر اننا فين؟ احنا في مكان بيتعاقب فيه المذنب بس، ما ينفعش تستخدم كلمه صعبه زي القتل يا ريس. بقول الريس عشان كده ما قلتلكش حاجه يا قاضي، لانك لو عارف السبب ما كنتش هتنفذ طلبي. قال لهم القاضي من فضلكم تعالوا ورايا انا احكم ما بينكم، والاحسن ان ما يجيش معانا ايشيا. بيطلع موجه يهرب وبتقول له واحده من الخدم مش معنى ان حررناك انك تعمل اللي على مزاجك، وبيجري موجه ناحيه ايشيا وبقول له ايشيا انا مبسوط انك كويس. بقول في سره انا لسه مش قادر اتنفس، لما كان ارتسوكي وقف الريس كان زماني ميت دلوقتي. بقول القاضي يا ريس انت غلطان، الماده 5 من قانون الحكم بتحظر الصراعات الشخصيه وما ينفعش تقول له الفاظ قاسيه او تخوفه بالطريقه دي، المشرع هو المسؤول عن اداره موظفين المونيكان. برد الرئيس وبقول له اسلوبه في الاداره ضعيف ومتهاون، ما خدش حاجه قبل كده بجد. كمل القاضي وقال برغم ان الرئيس اتمادى فعلا رغم ان تفكيره صح،
صح، العالم السفلي هو المكان الوحيد اللي يقدر يعيش فيه الوقاي بسلام. لو عرفوا ان في بشر قدر يدخل بحريه عادي كده فده يخليهم يغضبوا ويعملوا اكتر من غضب. وبصفه القاضي فمسؤوليتي ان اخلي العالم السفلي مكان امن دايما، عشان كده لازم ايشيا يتمنع من دخول العالم السفلي. والهاتسوكي مفهوم. رجع هاتسوكي لايشيا وقال له هنرجع على مونيكان. قال له قاضي الايشيا قبل ما تمشي لازم نتكلم. اسمع، الرئيس قال انه مش هيأذيك لو اعتنك مش هتدخل العالم السفلي. قال ايشيا مفهوم، مش هرجع العالم السفلي تاني. قال له الرئيس انا سمعت بالحاجات الكويسه اللي عملتها في وظيفتك في المونيكان، انا هسيبك براحتك طالما بنستفيد منك، لكن لو بقيت تهديد علينا فمش هتردد ابدا في انتهاك القانون والتعامل معاك. قال القاضي يا ريس انا مش هتجاهل اللي انت قلته دلوقتي. قال الريس انا بس بهزر. قال له القاضي انا قلت لك قبل كده ممنوع تقرب من ايشيا مفهوم. قال له تمام، وانا هتحرك عشان ابعد عنه. انا هرجع لقفص الطيور. بلغ تحياتي للمشرع. بقول هاتسوكي مونيكان خد ايشيا لبيته. هرجع بعد ما ازور المشرع، هطلب منه يأنب الريس برضه. ارجع البيت وارتاح شويه. وفي بيت ايشيا بيفكر ان هاتسوكي قال له ان في شغل النهارده، يا ترى هنطرد مين من اليوكاي. جت ام ايشيا من وراه واتخض. قال لها معيش صوتك خوفني. قالت له معيش لسه صاحيه. بتقول له صحيت ليه بدري النهارده؟ قال لها كنت حران. قالت انت مش اجازتك على الابواب، عايزك تساعدني في شغل المحل السنه دي. قال لها تمام. قالت له ده لو حابب طبعا، يلا روح احضر الفطار. بيفتكر ايشيا اللي حصل معاه وبيقول يا ترى كانت ايه القوه اللي عند الريس، هو انا كمان اقدر يكون عندي قوه زيها؟ بيقول ايشيا صباح الخير. قال له هاتسوكي صباح النور. قال له ايشيا هنجتهد في شغل النهارده كمان. قال له هاتسوكي لا هتاخد النهارده اجازه، انت مش فاهم ان وجودك جنب الوقايه هيكون في مشاكل بعد اللي حصل امبارح، خد النهارده اجازه. قال له ايشيا تمام، انا رجعت في كلامي مش هاخد النهارده اجازه. قال له هاتسوكي لا هتاخد. قال له هشتغل حتى لو هزحف. قال له انت ليه بتعاند؟ خد النهارده اجازه وخلاص. بيقول ايشيا في سره مهما كان الشغل مخيف لازم اكمل، ما اقدرش انكر ان بقيت بخاف من وجودي جنب الوقاي من الوقت اللي حصل، لو خدت النهارده اجازه يمكن خوفي يزيد. جه اصحاب ايشيا وقالوا له لازم تاخد النهارده اجازه اننا خارجين مع بعض في رحله ليليه. راح ايشيا مع هاتسوكي وبداوا يحرروا الوقاي. قال هاتسوكي شكلك بقيت بتقدر تحس بالوقاي دلوقتي. برد عليه ايشيا ايوه بقيت قادر على كده بعد اللي حصل مع الريس، لكن لازم اركز واحبس نفسي. هاتسوكي الموضوع ده خطير جدا، لو كان بيسبب لك احساس بالدوخه لازم ترتاح. بتسال اصحاب ايشيا وبقول لهم انا بشكركم على الدعوه بس انا بعتذر مش هقدر اجي، عندي شغل مع هاتسوكي 3 ايام وليلتين. قال له هاتسوكي ليه ما نروحش معاهم؟ سالوا ايشيا انت قلت ايه؟ برد على هاتسوكي نروح الرحله الليليه. قال له ايشيا لاصحابه خلاص رجعت في كلامي، انا وهاتسوكي هنيجي، ابعت لي التفاصيل. سال هاتسوكي ليه قررت نروح؟ قال له عشان نتدرب على انك تستخدم قدراتك في الكشف على الوقاي، هفكر في طريقه تدريبك. قال له ايشيا تمام هعمل اللي عليا. في اتوبيس الرحله بيقول ايشيا في سره هيكون معسكر تدريب مع مدرب من الجحيم. وصلوا المكان ودخل ايشيا على هاتسوكي وقال له مش من العادي انك تاخد اوضه لوحدك. فجاه شاف هيكو بيقول ايشيا ما توقعتش طبعا ان اكون موجود. قال هاتسوكي كان هيكو قاعد على سقف اتوبيس الرحله طول الطريق. وقال ايشيا انا ما حسيتش بيك ابدا، ما ينفعش تبقى معانا هنا، هتخاف عليك زينكو. قال له انا جيت عشان العب استغمايه معاك. قال له هاتسوكي هيكون هيكو شريكنا في التدريب، هيكون هو الباحث وانت مهمتك تحس بوجوده وتستخبى منه، لان هيكو شاطر جدا في انه يتحكم في وجوده. لو عرفت تحس بيه يعني انك عرفت تتقن مهارات الكشف اللي عندك، ولما تريح كتفك شويه مش هتحس بدوخه. قال له ايشيا تمام اوعى تتساهل معايا يا هيكو. رد عليه تمام يا حته خرده، وريني شطارتك. قال له ايشيا انا مستعد. قال له هاتسوكي هنبدا ندور عليك بعد 10 دقايق. ويبدا ايشيا يتحرك وبيقول لهم انا هتعلم من الاحساس بوجود هيكو وهطور مهاراتي بما اني موظف في المونيكان. غريبه انا مش حاسس غير بموجه وشعور خفيف جدا رغم انه جنبي، لكن هاتسوكي بيحس بيهم من غير اي مجهود. لازم اركز كمان مع اثار الرجلين، انا حاسس ان مجرم هربان. بيظهر هيكو ايشيا وبيخضه وبيخسر ايشيا وبيقول هاتسوكي هنعيد من الاول، وبيفضل يتخض ايشيا كل مره. قال هاتسوكي قدر هيكو يلاقيك اكتر من مره، شكلك مش كويس بما فيك كفايه، لكن مش قادر تفضل متخفي 30 دقيقه على الاقل. بيقول ايشيا ليكو محدش قال لك تخليها لعبه استغمايه مخيفه. قال هاتسوكي هنكتفي بكده النهارده يلا نرجع. بيقول ايشيا الوقت عدى بسرعه لازم ارجع البيت. فضل هيكو ضايقني كتير النهارده، ما كنتش قادر احس بوجوده. مش مهم ده اول يوم بس، بكره هبذل كل جهدي عشان ما يقدرش يلاقيني ل 30 دقيقه على الاقل، استناني يا هاتسوكي. وبقول هيكو طالما ما كانش قادر يحس بيا اشتري له ايس كريم. وفجاه نايم ايشيا على الارض. وبقول هاتسوكي ما ينفعش ينام كده، هيكو كره الفرو يلا صحوه. جم اصحابه وطلبوا من هاتسوكي ياخدوه، قالوا له ان الفودن وما قدم لهم حلويات. قال لهم هاتسوكي تمام هاجي اخد. قال له طب وايشيا؟ قال لهم هجيب له معايا لانه نايم. وبيصحي هيكو ايشيا وبيقول له اصحى يا زفت، هاتسوكي قال انك انت عقبه في طريقه، اصحى بدل ما اعضك، اخوفك بكره اكتر من النهارده. قال ايشيا ما تخوفنيش انا ما بحبش الحاجات المخيفه. بيحلم ايشيا بالرئيس وبيصرخ بيقول هيقتلني. حاول ايشيا يلمسه في الحلم وبيقدر يبعد شره وبيقول له الرئيس اسف ما تقتلنيش. قال له ايشيا انت اللي حاولت تقتلني. بالرئيس انا خايف البشره دي مخيفه يقتلني. بيدخل هاتسوكي بسرعه وبيفوق ايشيا وبيبعدوا عن هيكو. قال ايشيا انا كنت بعمل ايه انا فاكر. قال هيكو ايشيا انت بتعرف تستخدم تاثيرك؟ قال ايشيا تقصد ايه؟ قال هاتسوكي الضوء اللي كان حوالين ايدك ده ولا اقول لك؟ هقول لك بعدين. بقول ايشيا لهيكو انا اسف، وقال لي هيكو انا كمان اسف اني خوفتك. قال هاتسوكي بكره نتكلم وتحكي لي كل حاجه وانا فاهمك كل حاجه، ارتاح دلوقتي. بيفكر ايشيا ان القوه اللي جات له نفسها اللي استخدمها هاتسوكي في مواجهه الريس. وبيصحى ايشيا وبيروح يشرب. بيقول هاتسوكي وبيقول له هاتسوكي خد القهوه باللبن دي، وبالنسبه اللي حصل امبارح استخدام تاثيرك قول لي حسيت بايه. وبيستحضر ايشيا
إيشيا نفس الاحساس، حاول وما عرفش، وقال لهارتسوكي لو ما عرفتش عادي، كفايه انك عرفت دلوقتي انك تقدر تقف في وش اول رئيس بتاثيرك، لكن ما ينفعش تستخدمه مثلا مع هيكو وكرة الفرو لان ده ممكن يقتل اللوكاي. قال ايشيا انا امبارح لما استخدمت تاثيري ما كنتش في وعي، بس انا فاكر اللي حصل لما كنتش جيت وقتها كان ممكن هيكو يموت. قال هارتسوكي تاثيرك سلاح ذو حدين، يكون خطير على اللوكاي وده بيعتمد على استخدامك ليه، ممكن يكون اقوى دفاع ليك، لازم تستخدمه من غير ما تتردد لما تحتاجه. اكيد هتحتاج تحمي نفسك لما تبطل شغل في المونيكان لان مش هينفع تاثيرك لو ما عرفتش تستخدمه. قال له ايشيا ده يحتاج تمرين برضه. قال هارتسوكي احبس نفسك. قال ايشيا موجة انت هنا؟ قال هارتسوكي ما قدرتش تحس بيه برضه مش كده؟ لازم تطور موضوع الكشف ده، هنكمل تدريب النهارده. قال هيكو لهارتسوكي هنلعب استغماية تاني النهارده صح؟ قال له ايوه شكرا على المساعده. فضل ايشيا يحاول ويقول انا فعلا ما قدرتش اكمل ال 30 دقيقه بس احسن من امبارح، انا حاسس دلوقتي بوجودهم لكن الخوف ده ما راحش مني، خليتك تقلق عليا يا موجة، انا اسف، مش مصدق اني منهار بسبب الضغوط اللي انا فيها، انا مبسوط ان هيكو وهارتسوكي مش هنا، ارتاح شويه، المكان ده مريح قوي دلوقتي في الاتجاه ده. وابتدى يفتكر هارتسوكي وهو بيقول له لما الدوخ رايح كتفك. جه ايشيا ناحيه هارتسوكي وبيصرخ من الفرحه بيقول له انا اكتشفت حاجه، قدرت اكتشف اليوكاي من غير ما ادوخ، انا كده بقيت كويس. رد على هارتسوكي بيقول له اثبت لي الاول قبل ما تقعد تتكلم كتير، شد حيلك اكتر يا هيكو. بقول ايشيا قلت لكم انه مش هيوافق، وبقول اصحابه خناق المخدات حلو جدا وملك الفندق سمحنا نلعب وكمان ادولنا مخدات زياده، ده خناق له تصريح. اخيرا فتح الباب قال هيكو وانا كمان عايز العب معاكم يا هارتسوكي، وبدا هارتسوكي يضرب ايشيا بالمخده وقال اصحاب ايشيا المفروض تحدفوا بيها وبس، وبداوا تاني ايشيا وهارتسوكي يتدربوا. بقول ايشيا في الشمال. قال له هارتسوكي صح حاسس بدوخه. قال ايشيا لا وكمان ما كنتش حاسس اني عاوز احبس نفسي. قال له هارتسوكي تمام شكلك نجحت. قال هيكو نجح رغم انه غلط في 4 اسئله من اصل 6. قال ايشيا تحديد مكان الحاجه يمين او شمال من مسافه قريبه اصعب من تحديد مكانها من مسافه بعيده. وسمع صوت حد بينادي ايشيا وهارتسوكي يلا، اتوبيس الرجوع وصل. وقال ايشيا تمام جايين. هارتسوكي وموجة وهيكو انا بفضلكم بيت احسن في الاحساس بوجود الوقاي، شكرا على مساعدتكم ليا في ال3 ايام اللي فاتوا. قال له هارتسوكي يبقى من بكره تقدر تستخدم استشعارك ده في الشغل. وقال هيكو يلا يا كتله الخرده. وقفوا ياخدوا صوره جماعيه وركبوا الاتوبيس وودعوا اصحابهم ورجعوا مونيكان لو ريبو مستنيهم بيقول لهم انتوا حاسين بتوتر من وجودي؟ قال له ايشيا انت عايز نتكلم في ايه؟ قال ريبو هو هارتسوكي ما بلغكش بالرساله؟ قال له هارتسوكي ريبو عايز يعتذر. قال ريبو هارتسوكي والقاضي قالوا لي على اللي حصل من الرئيس، اكيد كانت تجربه مرعبه، اسمح لي اعتذر لك عن اسلوبي. قال له ايشيا انا بقيت كويس دلوقتي. سالوا ريبو بالمناسبه ايشيا انت بتحب المغامره؟ جبت لك كده عربون اعتذار. سالوا ايشيا الصناديق دي فيها ايه؟ قال له واحد فاضي والتاني في جايزه، اتراهن انا والرئيس انك تختار ما بينهم، لو اخترت الصندوق كسبان يعني اللي فيه الجايزه وقتها يسمح لك تدخل العالم السفلي. قال ايشيا تقصد انه يتنازل عن قراره في استبعادي؟ قال ريبو ايوه ده كلامه وخليته كمان يمضي على الاتفاق ده، انت حابب تقراه؟ قال هارتسوكي انت عملت ايه؟ قال ريبو ده امر طبيعي بعد اللي هو عمله، هاجم موظف المونيكان وما تنساش ان المنظمه دي شغاله تحت ادارتي. بيفتكر ايشيا اللي حصل له وبيقول في سره لو كان رجوعي معناه ان استهدفني الرئيس تاني يبقى احسن اخليني بعيد، بس ده ممكن يكون له تاثير سلبي على هارتسوكي، الاحسن اني ما استفزهوش. قال ايشيا اسف، وقبل ما يكمل قطع هارتسوكي وقال له انت كنت الخرده اختار الصندوق الكسبان، لو اخترت الخسران اعتبرك فشلت في الامتحان اللي فات. قال ايشيا اختار الصندوق الكسبان. سالوا ريبو يمين ولا شمال؟ قال ايشيا شمال. فتح هارتسوكي الصندوق وطلع جهاز الاستشعار. قال ايشيا اختيار صح، واكتشف ان القاضي كان بيسمعهم عن طريق جهاز الاستشعار. دخل عليه وقال له ايشيا زي ما وعدتك انه يسمح لك بدخول العالم السفلي بشروط. قال له ايشيا ايه هي الشروط دي؟ قال له القاضي شرط الريس انك في كل مره تدخل فيها العالم السفلي لازم يروح المشرع الاول للريس ويتحايل عليه وينزل على ايديه وركبته. قال له ريبو غريبه ما اتفقناش على الشرط ده. قال له القاضي الشرط الحقيقي ان ايشيا مش هيدخل غير لو رحت انا معاه بنفسي. قال ريبو لايشيا المفروض انك توافق على الشروط، مفيش حاجه تمنعك انك تدخل دلوقتي. قال له ايشيا انا كده هقع. قال له ريبو انت مش واثق فيا؟ وشد هارتسوكي لبره وقال مش هندخل العالم السفلي تاني، بلغ الرئيس انه قلت لك كده. قال القاضي تمام. قال ريبو برغم ان اختار الصندوق كسبان لكن طالما دي رغبه هارتسوكي ما عندناش اختيار تاني، افتكرت اننا هنحتفل بمناسبه رجوعك. قال ايش احتفال؟ هتقدموا اكل بقى وكده ولا ايه؟ قال ريبو كمان ساكي. قال ايش في سره انا اخترت الصندوق كسبان، لكن هل كان الصح ان اختار الصندوق الخسران؟ قالوا القاضي على حسب اللي قاله هارتسوكي، لكن مش هتقدر تدخل العالم السفلي تاني، وعلى حسب ما شفته من شويه واضح انك كمان مش حابب تدخل اصلا، لما تقرر تزور العالم السفلي يبقى تعالى زورني، لازم ابقى معاك عشان تكون تحت رعايتي، لو لقيتك بقيت خطر على العالم السفلي انا اللي هوقفك، لكن لو مفيش منك خطوره احميك باعتبارك موظف في المونيكان. قال ايش في سره انا لسه مش مترحب بيا هنا. وقال القاضي لكن لما يجي الوقت ده هكون تحت رعايتك. قال ايش يا هارتسوكي هو انا كان المفروض اختار الصندوق الخسران؟ حسيت انك عايزني افضل بعيد عنهم. قال هارتسوكي لا الصح هو اختار الصندوق كسبان، اما اشرح حتى اليوكاي في الصندوق عشان تختاره. قال ايش هو يعرف اني اتعلمت استشعار اليوكاي
قوي. قال له هارتسوكي تقريبا، بس انا مش فاكر اني بلغته بكده. اكيد المونيكان اللي قال له. قال ايش يعني ايه؟ يعني احنا خدعنا الرئيس والقاضي؟ قال هارتسوكي ما تشيلش هم الرئيس، المشرع مستعد لأسوأ الاحتمالات. قال هارتسوكي الرئيس ما عندوش وقت يتعامل مع غضب المشرع. بيقول القاضي الريبو انت كده راضي دلوقتي؟ الريبو بصراحه لا، كنت عايز ابلغ الرئيس ان ايشيا دخل العالم السفلي لكن هارتسوكي منعه. قال له القاضي بس انت كسبت الرهان. قال له ريبو انا دلوقتي عايز اشوف وش الرئيس لما يعرف انه خسر. قال القاضي ما افتكرش ان الرئيس هيقبل يقابلك، كده اتحلت المشكله ودي نهايه الخلاف. دايما بتورط معاكم لما بتتخانقوا. برد عليه ريبو انا طبعي لطيف لكن مش بقبل ان يحصل معايا كده. برد عليه القاضي لو طبعك لطيف ما كنتش اضطريت تتدخل، حاول تتصرف بلطف مع الرئيس بعد كده. قال له شكرا على مساعدتك، بلغ تحيه الرئيس. وفي مشهد تاني زينكو بيسالها ابوها ده شبح؟ قالت له لا ده راكون. قال لها زينكو امشي بالراحه. قالت له دي البلكونه اللي فوق. قال لها زينكو انت متاكده ان الشبح موجود في البلكونه دي؟ قالت له ايوه، شعره اسود ولابس لبس ابيض وشاور لنا كمان. قال لها الدنيا كانت ضلمه وما قدرتش اشوف جسمه، والله شكله خيالك انت بس عشان طفله. انا هتصل برئيس جمعيه الحي. قال لي اتصل بيا لو شفت شبح، يمكن في الوضع ده يلغي رقصه مهرجان البون. اتسبب شبح في ضجه كبيره السنه اللي فاتت ووقعت بنت من البنات واذت نفسها. قالت زينكو في سرها انا عندي شفافيه غريبه، اكيد ده اليوكاي مش شبح. برد على زينكو انا افتكرت الولدين دول هارتسوكي وايشيا، قالوا انهم بيعرفوا يحسوا بالارواح ويطردوها مش كده؟ قابل زينكو ايشيا وبدا يحاول يحس باليوكاي. لا ده هنا انا الان استشعاري يوصل للاشباح مش اليوكاي بس. قلت له انت خايف من الاشباح واحنا في عز النهار؟ عايز نستنى هارتسوكي؟ قال لها لا انا كويس، يلا امشي في الاتجاه ده. بيشوف البنت وبيقول ايشيا شكلها شافتنا، اكيد ده يوكاي مش شبح، انا موظف في مونيكان طلب مني عميل اني اجي اشوفك. قالت له البنت اخيرا لقيتوني، مونيكان رجعني تاني بشريه. قال راسها وقعت. قالت له سيب شعري. بيرجع ايشيا لهارتسوكي وبيقول له الشبح طلع مجرد يوكاي جبناها هنا. قالت زينكو جمعنا كل القطع. قال هارتسوكي هي في وعيها؟ قالت البنت ايوه دايما بيحصل لي كده وتقدروا تلزقوني عادي بالميه، اسمي كيشي. عرفها هارتسوكي بنفسه. قالت له انا قابلت يوكاي قبل كده، قال له انه في محل بيحقق احلام اليوكاي، دورت عنه في كل مكان عشان كان عندي امنيه نفسي تتحقق بس ما لقيتهوش. اشتريت لبس بشري وشعر تركيب عشان البشر يشوفوني واخوفهم عشان يجي لي مونيكان. قال ايشيا كل اللي حصل السنه اللي فاتت هي اللي كانت السبب فيه. قال له هارتسوكي كيشي ايه هي الامنيه اللي عايزاها تتحقق؟ قالت له عايز ابقى بشريه يوم واحد بس واشارككم في مهرجان البون، لكن المونيكان ما يقدرش يحول اليوكاي لبشر وده اللي قاله لي ايشيا، عشان كده عايزاك تخليني ابقى شبه البشر عشان ما اخوفهمش. بتكمل كيشي وبتقول انا متاكده انك تقدر تعمل كده، غير شكلي عشان ابقى بشريه. قال ايشيا ايه رايك قبل ما نغير شكلها نصلحها الاول؟ تمام لزقتها. وقعت العين التانيه. قالت زينكو هساعدها تغير هدومها، لفوا وشكم. ولبستها زينكو وسرحت لها شعرها. قال ايشيا كمان لزقت راسها، لسه عندها شويه شقوق بس ان شاء الله مش هتبان. قالت لهم كيشي ها شكلي بقى بشري؟ لا هارتسوكي لا. قالت زينكو انا شايفه ان وشها شفاف. دخل عليهم ابو زينكو قال لهم هو اللي هناك ده الشبح صح؟ قال ايشيا لا. قال ابو زينكو لا هو الشبح، لكن ازاي الاشباح ما بتظهرش في النهار؟ لكن مين دي؟ قال ايشيا دي قريبتي كيشي تقضي معاها الاجازه. قالت زينكو طلبت منها انها تشارك في رقصه مهرجان البون وطلبنا منها تجرب اليوكاتا القديمه بتاعي مش كده هارتسوكي؟ ولا هارتسوكي لابو زينكو؟ قالت لي زينكو على الشبح اللي عنده البلكونه، بلغ العميل اننا ما لقيناش حاجه، يمكن نطمن لما تقول له ان في متخصص طرد الشبح، ويا ريت ما تقولهاش عن مشاركتنا. قال ابو زينكو انا موافق ما اقولهاش، بس هو انتوا كمان هتروحوا معاها رقصه البون؟ قال هارتسوكي ايوه. قال ابو زينكو بالهدوم دي وراحوا المهرجان. قال ايش هنصطاد السمك الدهبي الاول. قالت زينكو دول بيبيعوا ايس كريم هنا. قال هارتسوكي يلا نصرف. قال ايش شكرا. ولا هارتسوكي الكيشي خلي بالك ما تقفريش. قال ايش مش عايز تاكل حاجه معانا؟ هشتري لك، ايه رايك في ايس كريم فراوله ولا بطيخ ولا ليمون؟ قال هارتسوكي اركز شويه يا حضره الموظف، ما انساش انك في شغل. تفتكر كيشي وقت ما خوفت الاطفال وقالت لو خوفتهم مش هعرف ارقص معاهم تاني، هعمل ايه لو رعبتهم؟ قال لها ايش ما تقلقيش عينيا عليكي، روحوا اتبسطي. جه شخص ورحب بزينكو وكيشي وقال لي زينكو ابوكي قال لي عن كيشي وقال لي كيشي تعال نرقص سوا. بتروح كيشي وبتبدا ترقص وبتقول في سرها محدش خايف مني، انا وسطهم دلوقتي، كان نفسي في كده دايما. بنت هارتسوكي على كيشي وبتقول له النهارده اتحقق حلمي. وبتخلص الحفله بقول ايشيا دايما بحسد الناس اللي صوتهم حلو. بقول لهارتسوكي ايه رايك في المكان ده؟ بدا هارتسوكي يفتح بوابه العالم السفلي وقال لي كيشي اتفضلي. وقالت زينكو لازم ارجع لك اليوكاتا. قالت لها زينكو حلو قوي عليكي احتفظي بيها. قالت لهم كيشي انا قضيت وقت حلو قوي النهارده، شوفوا انكم حققتوا امنيتي، شكرا عشان خليتوني بشريه. قال ايشيا زينكو تعالى اوصلك. قالت له مفيش داعي. وافتكر ايشيا كلام باباها لما قال له اوعى تسيبها ترجع لوحدها بالليل. قالت له خلاص يبقى لما نوصل تريح شويه عندنا وانت كمان يا هارتسوكي. قال ايشيا انت حاسس انك
تعبان؟ قال له لا ابدا، وقع فجاه. استغرب ايشيا وقال في سره بيغمى عليه لما بيفتح البوابه مرتين في اليوم. نفسي اعرف السبب. تاني يوم بيقول هارتسوكي اليوكاي بيتك فين؟ بيقول ايشيا الجو حر قوي. قال اليوكاي من حط البتاع ده هنا، ده ممكن يهد بيتي. قال ايشيا هيشيلها لك حالا. فجاه جم اطفال وبيقولوا لايشيا دي بطيختنا، احنا حجزنا المكان ده عشان نكسرها هنا. قال لهم ايشيا اسف، تسمحوا لي ادور على حاجات ضاعت مني؟ قالوا له هتاخد وقت قد ايه؟ قال لهم 3 دقايق بس. قالوا له تحطيم البطيخه هياخد ثواني، عشان كده احنا هنبدا. قال ايشيا هارتسوكي العمل ايه دلوقتي؟ وفجاه خاف الاطفال من هارتسوكي. قال لهم ايشيا تمام اتفضلوا العبوا. قالوا تمام هنبدا عد تنازلي. قال اليوكاي لا بيتي هيتهد. قال ايشيا امتى وصلوا البيت ده؟ وقف قصادهم هارتسوكي ورمى ايشيا العصايه منهم. قالوا الاطفال رجاله العصابات دول هايلين. ورجع هارتسوكي البيت لليوكاي وقال ايشيا هروح اطرد اوسكي هناك، اوعى الاطفال دول يجوا ورايا. هو بيفتح هارتسوكي بقوت العالم السفلي بيسال اوسكي انت شايف ايه اضراره؟ قال له لا بيتي سليم، لازم اشكر ايشيا انه رجعهولي، لو ما كانش انقذه بالضربه دي كانت هد، يا ريت تشكرهولي. وقال هارتسوكي في سره احنا ما كناش محتاجين حركته البهلوانيه دي، لو كان غلط ساعتها كنا نحفر قبر في الرمله. رجع لايشيا وقال اوسكي بيشكرك انك خاطرت بحياتك عشان بيته. قال ايشيا انا مبسوط اني قدرت ارجعهوله. قال له بس ما كانش لازم تنط النطه دي. قال له ايشيا كان لازم اوقفك وادخل انا بدل ما اتاذي. قال له ما كانش فارق معايا. قال له ايشيا انا افتكرتك هتاذي قدامي تاني، يعني خدش اللي في وشك ده لما بتدخل مهمه لوحدك عشان تخليني بعيد عن الريس، واغمى عليك لانك خبيت عليا عشان خايف على مشاعري. المره الجايه لو الريس كلفك بشغل ارجوك عرفني، لو اتهورت تاني ساعتها هساعدك على الاقل. انت يمكن ما تعرفش بس الحقيقه انا موظف مونيكان، ممكن اكون مبتدئ بس اقدر اساعد، ما تترددش انك تطلب المساعده مني. قال له هارتسوكي انت موظف مونيكان؟ ما كنتش اعرف. قال له ايش شفت بقى وعندك موظف كمان اسمه موجة. قال له اطفال جه دورك يا هارتسوكي، تخيل ان البطيخه ضد العصابه. قال له ايش هدلك على البطيخه. افتكر يا هارتسوكي الرئيس وهو بيقول له يمكن اطلب شغل تاني من المونيكان، ساعتها ما ترضيش في انك تستخدم ايشيا ده، لو استمر موظف عندك وما هربش من الخوف. بيحاولوا يساعدوه يحدد مكان البطيخه. بيقول ايشيا قدام شويه، قدامك يلا. ونجح هارتسوكي في كسرها. رجعوا المونيكان وبيسال ايشيا هارتسوكي انت جايب هدوم من المدرسه؟ انت لسه عندك شغل؟ قال له لا خلصنا، الرئيس ما كلفناش باي شغل حاليا، لو استعان بينا تاني هطلب مساعدتك. وبيدوا له ايشيا البطيخه وبيقول له اوعى تتردد في كده. قال هارتسوكي مونيكان هنكمل دراسته الاسبوع الجاي، عايز ننظم مواعيدنا. وقال ايشيا في سره كانت اجازه صيف طويله. بيقول ايشيا حاجه جذبت انتباه زوار المهرجان الثقافي. قال له صاحبه اختار كيكه الكريمه الروسيه. وقال التاني محل البقاله. وقال ايشيا وانت يا هارتسوكي؟ قال لهم انا ماشي. رد ايشيا على موبايله وبيقول لاصحابه كانت وجبه لحمه روعه، الشهر اللي فات كانت بتتهضم بسهوله رغم الدهون اللي فيها. وبيروح هارتسوكي يحضر المونيكان وبيجي عليه ايشيا بسرعه. قال له انا قلت لك ان رايح العالم السفلي النهارده وان النهارده اجازتك، في ايه مالك؟ قال ايشيا انا عايز منك معروف، امه يغمى عليها في محلها واخدوها على المستشفى، ممكن توصلني؟ قال له طب يلا البس جزمتك بسرعه. قال ايشيا شكرا ليك. ودخل ايشيا على مامته. قال لها ايه اللي حصل لك؟ قالت له ابدا دخت فجاه، هفضل هنا النهارده بس وهبقى كويسه ان شاء الله. عدى وقت طويل وانا بقيت كويسه لما شفتك، كنت دايما اتعب بسبب الانيميا من صغري، الاحساس بالتعب ده جايب في دماغي شويه ذكريات، حاسه ان الصداع بيزيد. قال ايشيا انت ممكن تجربي تقعدي شويه؟ قالت حاسه ان جسمي تقل. قال لها ايشيا حاسه بايه دلوقتي؟ قالت له حاسه اني بقيت احسن. فاكر لما قلت لك ان جات لي انيميا؟ وقتها المروح والدواء ما جابوش نتيجه، لكن برغم كل حاجه كنت بحس نفسي كويسه لما يجي ساكي جنبي كان بيعمل حاجه في السر زي ما عملت انت دلوقتي، انت شبه ابوك بطريقه غريبه. جت الممرضه وسالت هارتسوكي انت قريب الممرضه؟ قال لها لا. تسال الممرضه ام ايشيا عامله ايه دلوقتي؟ قالت لها بقيت احسن كتير لما امني جه. قالت له الممرضه اكيد انت ايشيا، انا اللي اتصلت بيك. الله شكرا على كل حاجه. قالت له هو الولد الاشقر اللي واقف بره ده صاحبك؟ خرج ايشيا وقال له هارتسوكي انا جيت عشان اخد كره الفارو. ليوكاي ماسك كده في كره الشعر دي. قال له ايشيا كان تعب والدتي لفتره طويله، بقت احسن لما شلتها. وفجاه كره الشعر تتكلم وبتقول انا ايه اللي جابني هنا؟ لازم ارجع للبشر اللي كنت معاه. قال له هارتسوكي اسف ممكن اخد من وقتك شويه؟ انا هارتسوكي سيد المونيكان، انا كنت بستريح لحد لما لقيت انسانه ضعيفه سهل اني البسها، لما كنت تعبان كنت عارف انه هيضعفها اكتر بس ما كانش عندي اختيار تاني، ما كنتش اقصد ان اذي بشري، عشان كده ارجوك ما تطردنيش، مش عايز ارجع للجحيم ده. بعدها قال فهمت، يعني العالم السفلي مش بامرار اليوكاي. قال له هارتسوكي شكرا انك فهمت، انا اقدر اطردك حالا، هل تسمح لي؟ قال له انا كده هتعب، ممكن اطلب منك طلب؟ اقدر البس الانسانه دي تاني؟ كنت مرتاح وعارف انام كويس. قال هارتسوكي الايشيا هتقبل تبدل؟ وساعتها مسك كره الشعر في ايشيا وقال كره الشعر ما تقلقش مش هاخد منك كتير. قال ايشيا انت هتاخد مني ايه؟ قال له هارتسوكي اسكت طالما بتتكلم يبقى عندك طاقه، هاجي لك كمان ساعتين استريح لحد الوقت ده. فجاه خرجت والده ايشيا تنادى عليه، قال لها مالك؟ وعرف هارتسوكي بنفسه. قالت له انا والد ايشيا معلش بقى شكله مبهدل شويه. قال لها هارتسوكي مفيش مشكله قول لي ايه اللي حصل. قالت ايوه صح انا نسيت اقفل البيت لما جيت على
هنا وسبت المحل كمان مفتوح. قال لي ايشا ما تقلقيش انا ارجع. بفتكر والدة ايشا وبتقول شعر ذهبي وعين ملونه شبه ساكي قوي، ولد زي زهره عباد الشمس. بالكرة الشعر الايشيا خلاص هانت، ده اخر واحد استحمل. وفي الايشيا المحل وقع من التعب. قال كرة الشعر انا اكيد اخدت كتير من طاقتك. فجاه بتيجي بنت بسرعه ناحيه ايشيا وبتقول له لا ما تموتش دلوقتي. لا في يا بنتي انا حي. وبياكلوا سوا وبتقول له انا اول ما رجعت البيت عرفت ان ماما راحت المستشفى، بعدها شفتك على الارض. قال لها تاني مره لما تشوف حد واقع على الارض اتاكدي هو بيتنفس ولا لا قبل موضوع التنفس الصناعي ده. قالت له عجبك البيض بالرز اللي انا عملته؟ قال لها حلو بس بطلت تتفرج عليا وكلي. وبقول له كرة الشعر ممكن ادوق شكله حلو قوي. قال لها ايشيا ممكن تجيب لي شويه كاتشب يا اختي؟ بدا ايشيا ياكل كرة الشعر وقال ده طعمه حلو قوي، انا اكيد في الجنه، الحقني رجع جسمي لطبيعته. قال ايشيا شاطره يا اختي جدع. وافتكر ايشيا كلام والدته انت شبه ابوك بطريقه غريبه، هو انت سانتا؟ قال لها لا طلب مني سانتا اجي ازورك. قال لها ايوه مبسوط اني شفتك يا ايشيا. قالت له اخته انت حطيت كاتشب كتير قوي. قال لها ايشيا بصي انا عارف ان ده سؤال غريب، وكان في حاجه غريبه ناحيه بابا؟ قالت له زي ايه؟ لا يعني مثلا كان بيقدر يشوف اللوكاي، او شفتيه قبل كده بيعمل حاجه غريبه؟ يعني مثلا لما كان بيغمى على امي من انيميا زي النهارده هل سرح لها شعرها؟ قالت له ايشيا مش عايزه اتكلم عن الراجل ساب عيلته، مش عايزه افتكره. قال لها اسف. بتقول له اخته اسف على اللي قلته، انت ما تعرفتش عليه ابدا عشان كده عايز نحكي لك عنه. انا ما افتكرش انه قال قبل كده انه بيعرف يشوف اللوكاي. قبل ما اكمل هو انت بتؤمن فعلا بوجود اللوكاي؟ انت اتفرجت على برنامج ما وراء الطبيعه في الصيف ده؟ قالت له انت كان عندك حق. ازاي امه كانت بترتاح اول ما بيقرب منها وهي تعبانه؟ كان بيبص حواليها كتير وبيتكلم في سره وبيحرك راسه، كان فعلا غريب جدا. ده كل اللي انا فاكراه. قال لها شكرا. قالت له هاجي بكره معاك المستشفى. قال لها امي هتتفاجئ. وفجاه خبط الباب فتحه لقى موجه بيجري عليه كرة الشعر وبيقول له انت جاي تاخدني؟ بقى يا ايشيا احنا هنروح بمونيكان. قالت له اخته انت بتحرك راسك ليه؟ قال لها انا هخرج شويه. قالت له دلوقتي؟ قال لها هاجي بسرعه. قالت له استنى لو ما رجعت زي ما عمل مش هسامحك ابدا. وبس كده يا ابطال بكده يكون خلص الانمي بتاعنا. يا رب يكون الفيديو عجبكم. يا ريت قبل ما نمشي كلنا نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. كان معكم احمد رمضان، اشوفكم في فيديو جديد. سلام عليكم.